لما العيال في الشارع بيلعبوا بصوت عالي بالليل وانت عايز تنام او تذاكر، ولما تكون واقف في المطبخ وحد يكلمك وانت قبل الفطار على طول وعليك عزومة، لما تروح على ميعاد ويتلغي، او لما الجو يبقى حر عامة. كل دي حاجات بتخليك عايز ترتكب جريمة بصدر رحب. بس ريلاكس صديقي المشاهد، احنا هنا هنتكلم عن كون الغضب خطيئة. لا تلقى دهرك إلا غير مكتار. طول الوقت بنتكلم عن العصبية كأنها خصلة أو صفة في البني آدم. فلان لما بيتعصب ما بيشوفش قدامه، فلان طيب بس عصبي. يعني عادي، كلنا عارفين ان هي صفة سلبية، بس مش عارفين قد ايه هي بتستنزفك. لأن العصبية واحد بتستنزف طاقتك. الشخص العصبي بيستهلك طاقته في كل لحظة. متعصب الصبح لأنه لسه صاحي، متعصب في الشغل لأنه مش عاجبه حاجة، متعصب لأنه جعان، متعصب عامة لما أي حاجة في هذا العالم مش بتمشي على مزاجه. امتى بيتعامل عادي؟ يعني امتى الوقت اللي حواجبه فيه بتبقى مرتاحة مش مشدودة؟ اتنين، محدش طايقك. معرفش ليه الشخص اللي بيكون متعصب مش فاهم ان محدش مستحمله ولا مهتم يسمعله، وهو عمال يصيح على الفاضي، بالاخص انه بيبقى عمال ينشر اصلا افكار سلبية واحكام ملهاش لازمة على كل حد. تلاتة، قائد فاشل. سواء انت مدير او اخ كبير او منظم رحلات، اي حد ماسك مجموعة من البشر فهو المفروض يكون بارد الاعصاب، حد مش بيتعصب باي شكل من الاشكال، لان المفروض هو اللي بيحل المشكلات، فالمفروض يكون مصدر للهدوء مش القلق. وهنرجع للنقطة دي بعد شوية. أربعة، بتسحل مخك باستنتاجات سلبية. بعيدا عن انك بتسحل مخك في تفاصيل ملهاش لازمة، بس على الأغلب العصبية هتخليك تبني سيناريوهات سلبية. خمسة، الأعراض الصحية، السكر والمرارة واللستة الجميلة دي. ستة، هتقول كلام أو تحلف حلفان انت مش قده وهتكبر المواضيع. سبعة، هتبان عيل. أي حد مش قادر إنه يتحكم بنفسه ويكبح غضبه هو عيل. واحنا متعلمين عن مدى جمدنة صفة الحلم. الحليم اسم من أسماء الله الحسنى، وهي الصفة اللي تخلي الأم اللي بتتعامل مع أغبى كائنات الأرض، الأطفال، بتصبر عليهم علشان يتعلموا وعشان ما يبقاش عندهم تروما. وعامة أي حد بتتعامل معاه وتلاقيه فيه صفة الحلم، لو حد اتعصب معاه يقدر يهديه، ولو حد جاله بمشكلة يهدي الدنيا ويفكر بطريقة علشان يطلع بالحل، بيرتفع مقياس جمدانته إلى 200 أوتوماتيكي. 8، هتشتم. أصل أكيد مش لما تروح تواجه أخوك اللي واكل الورث منك هتقوله يا غبي. في قاموس من الألفاظ بيتفتح عشان يبين مدى غضبك وبيتسع مع سوء الموقف، ودي مشكلة. علشان سيدنا محمد قال لنا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، واحنا بنتعامل معاه كأنه مسكن يتم استخدامه وقت الغضب، غير دول اللي بيشتموا روشنة بس، يعني ربنا يشفيهم، يا رب ما يجيبش العيد. في هذا العالم في نموذج للآباء وأحيانا الأمهات العصبيين. الأب اللي رجع من الشغل ملقاش غدا يبقى البيت على وشك إنه يتفكك، واللي الأم بتخوف أولادها منه علشان لو عرف مشكلتهم العالم هينهار. أو الأم اللي العالم بينتهي بالنسبة لها لما حاجة من النيش تتكسر. أتوقع الأهالي دافعين للميديا عشان يطبقوا كل الأهالي عصبيين فيتعصبوا براحتهم. بس لأ، خلوني أديكوا شوية نصايح تربوية بصفتي مش مهم. زي ما كنا بنقول، القائد لازم يكون هادي عشان يوفر الطمأنينة وعدم القلق للرعية للباقي يعني. فلما حد من الرعية يبقى عنده مشكلة يبقى مطمن ان الهيئة الكبرى قادرة على احتضان الموقف. اما اللي بيحصل هو ان الرعية في حالة القائد اللي هنا الاب العصبي، لو في مشكلة اخر حاجة ممكن يعملها انه يتناقش مع الاب، لانه هيهد البيت. ازاي اتعامل مع الموقف المستفز اللي بيخليني اتعصب؟ اكتم. طول ما انت واعي انك متعصب دلوقتي اسكت وما تنطقش لحد ما تهدى. عامة سيدنا محمد وصانا نغير موضعنا ونروح نتوضى ونستعيذ من الشيطان، وكل الحاجات دي بتدي فاصل او بتأخر رد الفعل. ضبط تفسيرك. دكتور ياسم الحزيمي كان بيقول ان الشيء اللي بيقرر مدى غضبك هو تفسيرك للفعل مش الفعل ذات نفسه. فأنا لو اتأخرت عنك في تاسك ممكن تفكر هذه الفتاة مستهترة وغير مبالية بأهمية المشروع، أنا الوحيد المهتم والشغل كله عليا وأنا الوحيد الملتزم. أو تلاقيها بتحاول تطلعها بأحسن جودة ممكنة. ده أكيد هيفرق في ردة فعلك. بس أحيانا ما بتقدرش تغير تفسيرك لأن الشخص غلطان فعلا، فمحتاج تبقى عارف إن
1. كله رايح. 2. هل المشروع ده هيجيب لي 1,000,000 جنيه أصلا؟ ولو هنقولها بشكل أشيك، فالمتنبي كان بيقول: لا تلقى دهرك إلا غير مكترث، ما دام يصحب في روحك البدن، فما يدوم سرور ما سررت به، ولا يرد عليك الفائت الحزن. مبروك، انت دلوقتي في كل موقف هيعدي عليك تبدأ تتعصب فيه هتفكر في هل هي مش سهلة أصلا. وهنا يكون الفيديو للأسف الشديد خلص. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. رأيتكم لا يصون العرض جاركم، ولا يدر على مرعاكم اللبن. جزاء كل